marry an Egyptian girl. Right. It's super cute, you know. Thank you. You know, Egyptian girls are my favorite in the world. Really? Yeah, I told my mom one day, I'm like, Mom, I'm gonna marry an Egyptian girl. Right. Egyptian women are the finest women. This isn't even a debate, alright? Egyptian women are the finest women there is. You'd be lucky to end up with an absolutely gorgeous Egyptian woman. The pinnacle of beauty. Personality-wise and looks-wise. Bir Arap'la evlenmek istesen hangi ülkeden olmasını isterdin? Soru. Mısır. Mısır diyeyim hadi. Mısır. Bak, her zaman evlisiniz. evliyim. Ama her zaman aklımda yani bu yıllardır yani yaşım şu an 53. Hep Mısırlı diye. Efendim ben şu anda zaten Araplarla evlenmek belki düşüncem olabilirdi ama şu anda zaten bekarım. Yani hangi ülke tercih ediyorsunuz? Vallahi ne diyeyim şimdi Arap ülkelerinden. Mısır tercih ediyorum. Bir Arap'la evlenmek istesen hangi ülkeden olmasını isterdin? Sadece Mısır. Neden? Neden? Kızları güzel. Tam tüm Arap ülkeleri kızları güzel aslında. Ne? Hangi Arap? Tüm Arap ülkeleri kızları güzel. Hayır. Güzel olsalar bile bana güzel gelmedi. أنا مرة سامعة إنه على هدير البوسطة كنت فعلا أنت ببوسطة وطالع وطلعت معك هالغنية هالمظبوط؟ ما كان اسمها ليلى المخلوقة اللي عم نحكي عنها. اسمها ليلى وليه عملت عليها؟ ليلى ما يعرفوا بالعائلة إنه مين عم بحكي. أوكي. يعني لو كان في بنت تشتغل بمحل بالعائلة من هالكذا بيت بعائلتنا مصرية هي اسمها ليلى. كنت مغروم فيها أنا. أوكي. بس كان في عليها كمان ضغط من الكل يعني. بس أنا كنت رايح. تعالوا اقول لكم ايه المشاكل اللي بتحصل بين السوري لما بيرتبط ببنت مصريه. احكيكم عن مشاكلنا. كل المشاكل اللي بتحصل ما بيننا اللي هي مثلا بتبقى مثلا انا بقول لها على حاجه لا وهي بتعملها فانا بزعل، فبتقوم هي بتزعل مني عشان انا زعلت، فبروح اصلحها انا. بنت مصريه جباره بصراحه. هم سيبك من الكلام ده. فانا بعمل ايه؟ فانا بروح اصلحها. ليه؟ اسالني ليه؟ انا اقول لك علشان مهما لفيت ودورت مش هتلاقي لا احن ولا احلى ولا اطيب من قلبها. بصراحه البنت المصريه فوق يعني انثى. إيه أكتر حاجة بتلفت نظرك في الست؟ انا بحب الشكل المصري، بس انا بحب الجمال المصري، الجمال الفرعوني. بس في جمال فرعوني قمر. هو ده اللي انا بحبه. اوكي. يعني الجمال المصري. انا بحب الجمال المصري. حلو قوي. واحلى من اللي مش انا اخبارك انت متجوز ولا هتتجوز ولا عندك عيال ولا؟ يعني انا هنا في مصر عايز اتجوز بنت مصرية. والله انت جاي هنا تتجوز بنت مصرية؟ ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ربنا يكتبها لك يا بنات. يا بنات عندنا شاب مغربي بلجيكي ايطالي فرنساوي جميع اللغات. ممكن اغني لك اغاني حب الفرنسي. جو تو شون دي بتيت شانسون. طب يلا غني لنا بالمصري الاول رومانسي، اغنية حب رومانسي. رومانسية مصرية للبنت اللي انت هتتجوزها المصرية. وصباحنا اليوم للست المصرية المهضومة والعفوية وصاحبة الضحكة الشقية المشاغبة والفوضوية وأجمل أنثى فرعونية. ويسعد صباحك يا مصرية ويا هرمون السعادة. انتو هرمون السعادة. قول لي الفرق بين البنت المصرية والبنت الأردنية. لا هو مصر حلوة يعني. والله حلوة قوي والله. شوف بيقول ايه لا ما اعرفش البنت الأردنية بصراحة. أنا عارف. طب المشكلة في كده. عايز زوجة مصرية صراحة. ايه اكتر حاجة حبيتها في مصر؟ اكثر حاجة في مصر كلها عموما حاجة مميزة انت بتحبها في مصر جدا. معايا حاجات كثيرة. طيب قول لنا حاجات منهم. انا احب الناس يعني المصريون كلهم احبهم. وبعد كده شوف لي انا لما خلصت كل حاجة عايز زوجة مصرية صراحة. اشمعنى مصرية؟ اخر حاجة يعني انا عايز
ليه البنات في نيجيريا مش حلوين؟ بص، بنات في كل مكان حلو، بس لازم تجرب حاجه جديده يعني. تجرب حاجه جديده، هي لعبه. عايز نظبط المصريات، سيبوا الكلام ده كده بس كده. ده اصيل. بص انا مصري، عملت 10 سنين في مصر. فحبيت بنات مصر. يا لهوي يا لهوي. طيب يا ايه رايك في الست المصريه؟ اعظم ست في العالم. ما انت لازم تقول كده. لا مش لازم اقول كده ولا حاجه، دي قناعتي من زمان. هي الوفاء والاخلاص، الحنيه، جدعنه. ما عرفتش اتجوز ابدا بعد مصر، يعني لما سبت مصر طبعا قابلت سيدات وكده، لكن القعده ما تعجبنيش، يعني قاعد معاها وما زهقان. ما فيش الاسلوب الدلع ده والمش عارف والحاجات، في حاجات كده عندنا عند المصريات كده بتعجبني، يعني دلع الشخلعه. انا ما اقدرش اتجوز واحده غير مصريه، وما اقدرش ارافق واحده غير مصريه. ايه مواطن الجمال في المرأة المصرية؟ مش هتقول لك تقول لنا العيوب. انا ما شفتش عيوب خالص. ايه اللي يخليها تكون التالت السبت مثل ما بيقولوا؟ انسانه كتير حقيقيه، عندها احترام هائل جدا للبيت والعلاقه الزوجيه، ام عظيمه وانسانه متابعه ومزوقه جدا. انا يعني قعدت بره وقلت عمري في حياتي ما هتجوز الا مصريه. دي الحاجه اللي خلتها لان الست المصريه بتقدر وجع الراجل، والست المصريه اصيله جدا طبعا. انا يعني ما شفتش في حياتي، وانا سافرت بلاد كتير وشفت ستات كتير في دول تانية وبيتعاملوا ازاي مع جوازاتهم وبتاع. انا عمري في حياتي ما شفت ست زي الست المصريه. ايه الفرق بين الزوجه المصريه والزوجه الاردنيه؟ انت اتجوزت الاثنين. لا تقدر تعتمد على الست المصريه قوي. ناس كتير بتسالني ايه اللي جابك من روسيا لمصر؟ يا بخت اللي متجوز مصريه. في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف. تعيش رمز حر، تعيش بنت مصر، تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف. تعيش رمز حر، تعيش اللي ربت واللي حاربت واللي وفت دين بلادها بالعمل. اللي شالت فوق كتافها المسؤولية بدون ما تشكي أو تمل. تعيش صاينة بيتها، تعيش زرع غيطة ورفع صوتها تلبي لو في يوم نادتها مصر. تعيش بنت مصر، تعيش في كل عصر دي رمز للقيادة والسعادة والشرف. تعيش رمز حر.